على فكره ممكن الكلام اللي بقوله لك ده تكون انت اصلا عارفه. من خلال خبرتي اقدر اقول لك ان الفشل هو جزء كبير جدا جدا من النجاح. يعني ايه؟ يعني انت عشان تفشل او عشان تنجح لازم تفشل. ودي كلام احنا بنسمعه كتير جدا، افشل عشان تنجح. بس القضية ان الفشل طعمه وحش. يعني هي المشكلة ان الفشل ليه طعم، والطعم ده بيبقى وحش ليه؟ نتيجة نظرة المجتمع ليا. طول ما المجتمع شايف ان انا فاشل او اللي حواليا شايفين ان انا فاشل، انا ما ببقاش عندي رضا عن نفسي او رضا عن ذاتي. فالكلام ده نحله ازاي؟ الكلام ده نحله باننا نعمل اول حاجة نتقبل الفشل. يعني ايه نتقبل الفشل؟ يعني انا دلوقتي بعمل حاجة فشلت فيها معرفتش اعملها. اول حاجة عشان اكون مسالم من جوايا واكون فاهم انا بعمل ايه، لازم اتقبل الحاجة اللي حصلت لي. انا دلوقتي خسرت فلوس، خسرت شغلانة، خسرت اي حاجة. الفكرة ان انا اتقبل الحاجة دي. طب تقبلتها، تاني حاجة اسأل نفسي هو انا استفدت ايه من الفشل ده؟ الحاجة اللي انا فشلت فيها دي انا استفدت منها ايه؟ وابدأ ادون. ولازم تدون عشان عقلك يستوعب. تمام. انا دلوقتي فشلت لاني كنت مثلا مش مهتم، لاني كنت بصحى متأخر، لاني استعجلت خسرت فلوس، لاني طمعت. الكلام ده كل الناس اللي نجحت في حياتها بتعمله، ان هي تدون الاخطاء بتاعتها او تدون الحاجات اللي هي قدرت تستوعبها من فشلها ده. فلو الدنيا مخبطة معاك، اعمل ستوب، وقف مع نفسك، قول انا غلطان في ايه. دي اول نقطة. تاني نقطة، انا استفدت ايه. لو عرفت انت غلطان في ايه وعرفت انت استفدت ايه، هتخش على تالت نقطة، اعمل ايه عشان اطلع من اللي انا فيه. وساعتها هنتجه لحاجة مهمة جدا، التعلم. اني اتعلم ازاي انجح. يعني ايه؟ يعني اشوف افضل حد نجح في الحاجة اللي انا عايز اتعلمها، وابدا اسعى اني اتعرف عليه، ابدا اتفرج على فيديوهاته، ابدا اشوف حد قدوة ليا واخده قدوة وامشي وراه. تمام. دايما شوف وجهة ليك، ما تمشيش كده وخلاص. لو مشيت كده وخلاص بالفهلوة يعني مش هتنجح، او هتنجح بخطوات بسيطة وبعد كده هتقع. فعلماء الاقتصاد اكتشفوا ان الفكرة مش هي النجاح. النجاح في التزامك بالفكرة او بالتزامك في الشغل. ناس كتير جدا كان عندها افكار حلوة قوي ونفذتها، وبعد ما نفذت الفكرة لقوا ان النظام اهم من الفكره، فلغوا الفكره وعملوا نظام. فخلى الشركه بتاعته او البيزنس بتاعه شغال بنظام احسن من انه يكون شغال بفكره جديده. فدايما عشان تغير للاحسن وعشان تلاقي خطوه كويسه، دايما امشي خطوات حد غيرك مشيها. انا عايز اوصل للراحه الماليه. طيب مين افضل حد انت شايف انه مرتاح ماديا؟ فلان. فلان ده هروح اساله انت ازاي بقيت مرتاح ماديا. طب مش لاقي فلان، في كتب كتير تقدر تخليك مرتاح ماديا. هنشرح اكتر من كتاب في خلال كام فيديو جايين ازاي تكون مرتاح ماديا وازاي تكون مرتاح نفسيا. تمام. فانت لو دلوقتي فاشل وشايف نفسك فاشل، لان النقطة دي مهمة جدا انك تكون شايف نفسك كده كمان، وقف اعمل ستوب. قول لنفسك انا غلطان في ايه، وهتطلع اخطاء كتير، وخليك صريح مع نفسك. انا استفدت ايه من فشلي ده؟ يعني اللي حصل لي ده انا استفدت منه ايه؟ وهتلاقي نفسك استفدت حاجات كتير جدا. تالت حاجة، ازاي اقدر اغير اللي انا فيه؟ وعشان تغير اللي انت فيه هتبقى محتاج تعمل حاجات كتير. قسمها لحاجات صغيرة. تمام. انا دلوقتي محتاج اعمل 10 نقط. العشر نقط دول هيتعملوا في سنة. تمام. طيب خلال السنة او 12 نقطة هعمل في كل نقطة شهر. طيب خلال الشهر هعمل ايه كل يوم؟ ممكن اكون مثلا هقرأ كتاب. الكتاب ده اقرأه لمدة صفحة واحدة بس. هعمل رياضة لمدة 5 دقايق. هتعلم كورس جديد انجليزي لمدة 10 دقايق. خلي الحاجات اللي هتغيرك حاجات صغيرة قوي بس منتظمة، هتعمل فرق كبير قوي في حياتك. فدايما في حل. يعني اللي انت فيه ده في حل.
ما تفتكرش ان مفيش، عشان طول ما انت فاهم ان مفيش هيبقى مفيش فعلا. جرب الحل وجرب تاخد بنصيحة الآخر. جرب ان انت تحل مشاكلك وتاخد بنصيحة الآخر، وانك تعمل عملي. المعلومة على فكرة ممكن الكلام اللي بقوله لك ده تكون انت اصلا عارفه، بس المعلومة مش كفيلة انها تغير حياتك. اللي هيغير حياتك انك تقوم وتعمل عملي، انك تقوم وتشتغل، انك تقوم وتتعلم، انك تعمل حاجة جديدة. ده هيخليك تتغير فعلا. انما انك تفضل قاعد زي ما بيقولوا كده محلك سر، ده يمكن تتعلم حاجة هتلاقي نفسك آه، عايش تاخد معلومات وبتنتج مفيش انتاج. يعني كأنك مثلا بتاكل اكل غير صحي فجسمك بيضعف مع انك بتاكل. تمام. فالمعلومة مش كفيلة انها تغيرها، بس العمل بالمعلومة كفيل انه يغيرها. تمام. نفذ. لو في حاجة اكتب لي في الكومنتات، ما تنساش تعمل شير وتشترك في القناة. شكرا.